السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا. النهاردة بقى كده نزلت كده السوق، جبت كده شوية خضار والأسعار كانت بصوا كانت حلوة جدا. يلا بينا كده نشوف جبنا ايه ونشوف الأسعار النهاردة اللي هو النهاردة يوم الخميس. هنسمي كده بسم الله ونشوف كده أول حاجة عندنا جبنا ايه وسعرها ايه. بصوا اول حاجه معانا الطماطم الحلوه اللي انتوا شايفينها دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الطماطم جميله ازاي. طبعا احنا عارفين ان الطماطم يعني كل يوم بسعر، مش بتثبت على سعر. شايفين ناشفه كده وحلوه وحمرا ازاي زي ما انتوا شايفين. طبعا كان ليها كذا سعر. كان في ب6 جنيه اللي هي الناشفه خالص اللي انتوا شايفينها دي، طبعا دي بتاعت السلطه تستحمل. وكان في اللي هي للصلصه كان في ب4 جنيه، وكان في ب5 جنيه. 5 جنيه دي كانت ايه يعني طريه شويه على ناشفه. لكن الناشفه الجامده اللي انتوا شايفينها دي كده يا حبايبي بكام؟ ب6 جنيه. جبت كده ايه يعني، جبت كده بال10 جنيه دول. بجيب كده عشان ما تطراش. طبعا كنت مفرده شويه للصلصه، فبجيبت كده ايه استخدم شويه منها ناشفه كده للسلطه، حاجه استخدمت طماطمايه لحاجه زي ما انتوا شايفين. يبقى اول حاجه كده عندنا ايه؟ سعر الطماطم. طيب هنا ايه؟ بسم الله. ده طبعا البطاطس. البطاطس برضو كان ليها اسعار مختلفه. ده بصوا كده يا حبايبي البطاطس الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، طبعا دي برضو بطاطس تحمير اللي هي فيها النقطه الحمراء دي. دي كان الكيلو ب10 جنيه زي ما انتوا شايفين. جميله اهي اللي بتبقى فيها الطينه والنقطه الحمراء دي بتبقى للتحمير. جبت طبعا كيلو من البطاطس. والبطاطس الصغيره دي طبعا كانت البياعه كانت بتقول بطاطس تحمير، دي كنت جايباها الاول قبل دي، فما كنتش متأكدة بصراحة. كانت الصغيرة اللي انتوا شايفينها الحلوة دي ب5 جنيه الكيلو. وكانت الكبيرة منها شوية كان كيلو ونص ب10. فجبت كده كيلو منها، ممكن تتسلق ونعملها كده سلطة او بطاطس كده مهروسة. وممكن برضو في اللي بيسلقها وبيحمرها بحالها كده. فجبت كيلو ايه من دي، يبقى دي الكيلو ب5 ودي الكيلو ب10. جبت كيلو من دي وكيلو من دي. الاسعار زي ما قلت لكم كانت حلوه وجميله النهارده. ده طبعا الجزر الحلو ده بصوا جميل ما شاء الله. جايبه كبير كده ايه على صغير كده حبايبي زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الجزر جميل جدا واصفر اهوت وحلو. ده طبعا كان الكيلو ونص ب10. كان الكيلو ونص جزر ب10. جبت ايه تاني؟ طبعا الفلفل بيبوظ بسرعة، فجبت كده منه اللي هو فلفل رومي. كان سعر الفلفل الرومي كان الكيلو ب20 جنيه، فجبت كده ربع كيلو ب5 جنيه. وممكن نستخدمه، ممكن بيبقى جميل برضو للمحشي. بصوا بس ما شاء الله ربع كيلو يعني شوية حلوين، مكترتش برضو عشان ما يبص. جبت ايه تاني؟ جبت طبعا بتنجان كان الكيلو ب10 جنيه. بتنجان كده طويل جايباه اعمله محشي. بصوا ما شاء الله شايفين البتنجانه كده بتلمع وحلوه ازاي. جبت برضو يعني دول وزنتهم يعني متهيألي كيلو الا ربع، يعني مش كيلو كامل كمان. جبنا ايه تاني؟ بسم الله. يعني نشد بقى كده على جنب. جبت الكوسه الحلوه دي برضو، كوسه كده فلاحي اهي زي ما انتوا شايفين. ده طبعا الجزء اللي في مش شال، بس الكوسه جميله ما شاء الله.
بصوا الكوسه حلوه وخضره ازاي. ده طبعا كانت لسه صفحه، عشان كده ايه زي ما انتوا شايفين كده خضره معايا وحلوه. بسم الله. ده طبعا كان الكيلو ب10 جنيه. زي ما قلت لكم سعر الخضار النهارده كان اسعاره جميله جدا. يبقى ادي الكوسه، وقلنا البتنجان. فاضل معانا ايه؟ بسم الله الخيار الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الخيار الجميل ده طبعا جايباه اخلله وممكن ناكله برضه. جايباه صغير برضه الخيار الفلاحي الجميل ده. بصوا الجمال، بصوا الخيارة قد ايه. اما تيجوا تخللوا خيار كده وعايزين نخلله بحاله، نجيب الخيارة الصغيرة اللي انتوا شايفينها الحلوة دي. ما شاء الله كيلو ب15 جنيه. الاسعار كلها جميلة النهاردة في الخضار، الطماطم والبطاطس الجزر، كل حاجة كانت رخيصة. ما جبتش بصل، بس كان سعر البصل يعني كان في بياعين بتبيع ب15، وكان في بياعين بتبيع ب20. فمش كله، زي ما قلت لكم كل واحد بيبيع بسعر. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جبت اللفت الحلو ده كده. بصوا ما شاء الله، بصوا اللفته، بصوا طريه كده وحلوه. جايباه برضو كانت كان بيقول ال3 ب10، جبت ال4 ب10. اللفت الحلو اللي انتوا شايفينه. وادي الخضره برضو والشبت بيتباعوا في الايام العاديه، مش في سوق الخميس. بيتباع الاتنين ب5 في الايام العاديه. النهارده عشان طبعا السوق فجبت بصوا ال4 ب5 جنيه. تبقى ربطة الخضرة او الشبت واقفة الواحدة بجنيه وربع. سعرها حلو جدا. يعني ال4 دولت لو جبتهم في الايام العادية هيبقوا ب10 جنيه. النهاردة جايباهم ب5 جنيه. وشايفين الخضرة حلوة وجميلة ازاي. عايزة اصور لكم مرة فيديو ازاي نحفظ الخضرة. وده كان الخضار اللي احنا جبناه النهارده. طبعا كنت جايبه برضو، جبت برضو سفنجي. بصوا السفنجي الحلو ده اهو. كان في برضو اللي بيبيعوا مش كله، في بيبيع ب20 وكان في اللي بيبيع ب15. فكل واحد كان ليه اسعار. وطبعا من بلد لبلد او من مكان لمكان بتفرق الاسعار. يعني زياده 5 جنيه. بتبقى مش كل البلاد او كل الاماكن بتبقى اسعار واحده. ده كده تكون الاسعار. يا رب كده ايه، بحب كده ايه. بقالي فتره كبيره ما صورتش معاكم فيديوهات المشتريات جبتها من السوق، وبرضو بنستفاد من الاسعار، نعرف ده بكام وده بكام، ونستفاد من بعض. يا رب كده الفيديو يكون نال اعجابكم، وبشكركم جدا على المتابعة الجميلة. ويا ريت كده اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يدعمني كده بلايك حلو زيه، واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. واستنوني ان شاء الله كده في فيديو جديد.